بُصّوا يا جماعة، أنا عندي رسالة إلى كل الزملكاوية، مش كلّهم طبعًا، إلى بعض الزملكاوية وبعض الأبواق اللي هي ماسكة إن هي تقعد تقول لك والتصويت ومش تصويت الرابطة، ما إحنا كل يا جماعة ما بنخش تصويت الرابطة. آخر تصويت كان علي معلول وأحمد سيد زيزو. علي معلول مش عارف كان حاجة و90 وأحمد سيد زيزو لاعب محترم وكبير ما خدش ولا حاجة. كل الناس اللي زعلانة من التصويت وتقول لك إن الناس ديّة ولجان ومش لجان والحوار والحكاية والرواية، طب ما تخش أنت تعمل لجان يعني أنت بتتهمنا إن إحنا بنعمل لجان وبنصوّت، خش أنت اعمل لجان وصوّت أنت كمان يعني. فأنا رسالتي إلى كل الزملكاوية والأبواق الزملكاوية اللي بتقول لك إن استفتاء الرابطة ده ما لوش لازمة، وإن ورئيس الزمالك مرتضى منصور يطلع يقول لك المفروض يتلغى الاستفتاء ده، ويطلع الناس على قناة الزمالك كوميدي تقول لك إن الاستفتاء ده ما عشان لجان ومش لجان، وإن عُمر الزمالك إن الزمالك بتفهم كورة فمش هتدّي لحد ما يستاهلش، يعني على كده زيزو بقى ما يستاهلش ما أنت ما اديتلوش صوتك كزملكاوي يعني. بُصّوا يا جماعة أنا عايز أقول لكم القصة إيه بخلاصة كده، بمنتهى البساطة جدًا. عايز أقول أنتم اللي عملتوا كده في نفسكم، بمعنى جات لكم فترة كده إيه هبِّت منكم باين أو شربتوا نعناع والّا شربتوا إيه كنتم وتطلعوا هبِّت منكم ونحن الأكثر شعبية، ونحن الأكثر شعبية، جمهور الزمالك نفسه بعض والأصوات الإعلامية الزملكاوية، ونحن الأكثر شعبية، ونحن الأكثر شعبية في الخليج، ونحن الأكثر شعبية في دول أوروبا، ونحن الأكثر شعبية في أفريقيا الوسطى، وبنعلِّم الناس الكورة وهري، 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 وهري. طيب، وإحنا كجمهور أهلاوي ساكت وسامع وبينفّض، كجمهور أهلاوي ساكت وسامع وبينفّض، فُكّك منّي تمامًا. جات الفرصة، ما إحنا بنرُد، إحنا مش بتوع كلام، إحنا بتوع رَد. جات الفرصة والرابطة قالت لأول مرّة هنعمل استفتاء لاعب الجولة. ما فيش استفتاء فيه لاعب من الأهلي ما كسبوش بفروق رهيبة، وده مش هاحتاج أتكلّم فيه تاني. طيب في لاعب من الأهلي خرّجوا لاعب من الأهلي وحطّوا لاعب أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة، وكان معاه يوسف أسامة كان ساعتها جايب الجول في آخر الدقايق في ماتش مع البنك الأهلي كان يعملوا تعادل، يوسف أسامة نبيه، وجمهور الأهلي كسّب أحمد الشيخ بحاجة و90% ويوسف أسامة واخد حاجة 9% والّا 10%. فعايز أقول لكم يا جماعة أنتم اللي جبتوه لنفسكم، أنتم من كتر الزن بتاعكم إحنا أكتر شعبية، إحنا أكتر شعبية، فجمهور الأهلي طلع يقول لكم في رسالة بسيطة يالّا وريني نفسك. إحنا ناس بنرُد بالأفعال مش بالأقوال، والله العظيم أنا باتكلّم جد ما باهزرش، ولو باقول حاجة تانية شاركوني في الموضوع ده، إحنا ناس أقوال مش أفعال، هنقعد ما بنهريش إحنا، خُش رابطة تعالَ طَق. وبدأت من إمتى؟ من أيام استفتاء بتاع دوري بتاع الكاف اللي كان عامله بين خامة بليات وشيكابالا، أنا ما أعرفش مين خامة بليات ولا أنت حد عارف، بس أنت بتقول لي أنت أكتر شعبية، طب تعالَ بقى، ده أنا هانجّح خامة بليات بتاع جنوب أفريقيا عليك، يا اللي بتقول لي أكتر شعبية. طبعًا الرسالة دي مش موجهة لكل الزملكاوية، لأن في زملكاوية كتير محترمين عارفين أنا باقول إيه، وعارفين إن إحنا بنتكلم صح، لكن أنا في نغمة أنتم لو فاكرين في نغمة سادت كده، نحن الأكثر، نحن الأكثر وشغلوا اللي جايبين اللي جايبيننا. جات لنا الفرصة طَق بوب بِن شكرًا، أنتم اللي عملتوا كده في نفسكم والله العظيم، أنتم اللي عملتوا كده في نفسكم، أنتم اللي استفزتوا الجمهور بالعملي، ما بنردش، ولا باقول لك إيه، ومن هنا لحد السنة الجاية قناة الزمالك تطلع بقى تدافع تقول لك والناس وإحنا وجمهور الزمالك والأهلي ولجان بلا لجان بلا مش لجان، ما تعمل زينا لجان يا عم القوي الأكثر شعبية، والّا هو هرْس وخلاص؟ فأنتم اللي عملتوا كده في نفسكم، فالرسالة ملخص الرسالة إيه؟ ملخص الرسالة إيه يا حبيب القلب؟ ما تقولش حاجة أنت مش قدّها. لأن هتلِف الأيام وهييجي الإثبات العملي وهادّيك على دماغك كما هي العادة،